لو بتحس بوجع في فم المعدة بعد الأكل أو بتحس بنار طالعة على صدرك بعد الأكل، فغالبا أنت جربت أدوية حموضة كتير. بس تعرف إن أدوية الحموضة دي أنواع وعائلات كتير؟ خليك معايا 30 ثانية. أول نوع من أدوية الحموضة هي الأنتاسيدز، ودي اللي بنقول عليها إنها بتطفي النار بسرعة، زي المالوكس أو الجافسكون أو الريني. ودي بتعادل الحموضة اللي موجودة في المعدة وبتريحك في ساعتها. بس للأسف دي مش علاج للمشكلة. اما النوع الثاني من ادويه المعده هي الاتش 2 بلوكرز، ودي زي الرانيفوار او الانتودين. ودي بتشتغل على انها تقلل افراز الحمض شويه عن طريق مستقبلات الهستامين. مفعولها اهدى شويه بس برضه مش حل طويل المدى. اما ثالث عيله من عائلات علاج المعده واشهرهم على الاطلاق هي البي بي اي، ودي زي البنتوبرازول اللي موجود في الكونترولوك او البنتولوك، كمان الايسوميبرازول اللي موجود في النكسيوم او النكسكيور او الاي اي جي ايسوميبرازول، وكمان الاوميبرازول اللي موجود في الاوميد. ودي اللي بنطول عليها في الاستخدام شويه، وبنستخدمها في الحالات المزمنه او لو بتاخد ادويه باستمرار وعايز تحمي معدتك من الادويه الكتير اللي بتاخدها، زي مرضى القلب، مرضى السكر، مرضى الضغط اللي بياخدوا ادويه كتير ممكن تضر المعده بتاعتهم. الدكتور في الحاله دي بيكتب لهم ادويه عشان تحمي المعده بتاعتهم من الادويه الكتير اللي بياخدوها. اما احدث عيله اخترعوها لعلاج المعده واللي جاي اكلمك عليها النهارده هي عيله البي كاب، وبتتمثل في ماده فعاله اسمها الفونوبرازان، ودي موجوده في الفونا سباير او الفونا برافان. ودي مش بس بتقلل حموضه المعده، ده بتوقف انتاج الحمض من الاساس عن طريق منع المضخه نفسها. ومن مميزاتها انها اسرع من البي بي اي في الشغل، يعني بتشتغل بسرعه ومش شرط تتاخد قبل الاكل، يعني ممكن كمان تشتغل بعد الاكل. ومناسب جدا لو انت بتاخد البي بي اي او الكنترولوك والنكسيوم والحاجات دي بقالك فتره وجسمك خلاص اتعود عليها وما عادتش بتجيب معاك نتيجه وبتحس بنفس الاعراض. والفونوبرازان بيتاخد لعلاج ارتجاع المريء او الحموضه المزمنه، وكمان بيدخل في علاج بكتيريا المعده اللي هي الاتش بايلوري او جرثومه المعده. بيشتغل حلو جدا مع الادويه التانيه اللي ما جابتش معاهم نتيجه. وخلي بالك ان مش لاقي حد كده ياخده وخلاص، لازم متابعه مع الصيدلي بتاعك او مع الطبيب بتاعك، لانه دواء جديد ولسه بيجربوه علميا في كذا دولة. كمان ممكن يتفاعل مع ادويه تانيه من اللي انت بتاخدها، انه زيه زي اي دواء ليه اثار جانبيه، بيعمل لك شويه اضطراب في المعده وبيعمل لك شويه صداع. عشان كده لازم تاخده تحت اشراف طبي او صيدلي، خصوصا لو بتاخد ادويه تانيه معاه. وكمل معايا للفيديو الجاي عشان اقول لك امتى تاخد الفونو برازان وامتى ترجع للبي بي او. والف سلامه عليك.